في لبنان، تفضل. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. أول شيء تحياتي للأستاذة هناء وتحياتي للجميع. أهلا. هناك تجاذبا بين الفقر والمصائب يتعانقان بشدة يشبه تجاذب الفساد والثراء الفاحش الغامض. المعادلة توصل إلى آدم وكان عنده رغبة شديدة بتغييرها وبقلبها ليحقق معادلته الخاصة، وهي أنه ينعم بالثراء النابض بالشعور، الثراء المحمود الذي ينصت إلى أنين الأشقياء بشغف، الثراء الذي يمسح دمعة بائس. رواية منارة الموت للأستاذة هناء عبيد بتمثل رحلة آدم وتصميمه على انتشال نفسه من بؤرة الفقر والعوز، متسلح بالأمل وبالقدرة على التغيير إذا توفرت الإرادة. وأيضا بيبين لنا زيف الأقنعة اللي تساقطت عن الوجوه وفضح ممارسات أصحابها. تتطرق الكاتبة بروايتها منارة الموت إلى مسألة التنمر من خلال كيفية تعامل الصبية مع آدم اللي بيعاني إعاقة بإحدى رجليه، فكانوا يسخرون منه وينادونه بأبو رجل مسلوخة. يقول آدم: لم أسلم من أذى الصبية، طلبوا مني أن أركل الكرة، لم أستطع أن أحتفظ بتوازني، سقطت وانغمس وجهي بالطين. التنمر هذا ما كان مقتصر فعلا على الصبية أو الصغار، بل نجده أيضا لدى الكبار اللي بيشوفوا بأنفسهم ما يميزهم عن الآخرين، مثل والد نوح اللي كان يأمر آدم وأمه أنه يجلسوا على الأرض ويقول لزوجته: الأرض موقع هؤلاء، لا يجب أن يتطاولوا يوما على أسيادهم وإلا تمردوا. بتبين لنا الرواية أيضا شخصية آدم المشحونة بالتحدي والأمل ورغبته بتغيير واقعه نحو الأفضل. بخاطب نفسه قائلا: الانكسار تعافه نفسي، لن أنكسر يوما أمام أي أحد، واليوم الذي سأنتقم فيه من كل من مرغ أنفي في الوحل سيأتي حتما. ولما شاف الصورة اللي كانت بتجمعه بنوح اللي هو كان بيحمل الكرة، ونوح كان بيحمل الكرة وآدم كان بيحمل سلة الغسيل، عاهد نفسه أنه يستبدل هذه الصورة بأخرى بيحمل فيها هو الكرة وسلة فاكهة ليوزعها على أطفال القرية المساكين. ما تقبل آدم أنه يكون عبء على غيره، بيسأل نفسه: شو اللي بيجعلني أنتظر صدقة من الآخرين وأنا لدي القدرة على العمل؟ لا أحب صدقة أحد. ما أبشع الظروف اللي بتجبرنا على قبول ما لا نرغب به. ولأجل تحصيل رزقه عمل صبي قهوة وعمل كمان صبي فندق، وضاعف مدخوله بصناعة عقود الياسمين، وعاود وأكمل دراسته الجامعية وتخرج من كلية الطب. اعتزازه بنفسه خلاه يرفض الخضوع والطاعة العمياء، فالجميع بنظره هن متساوون. من هنا هو رفض الانحناء لصورة الرئيس، سواء رئيس البلاد أو رئيس المصنع، ويتساءل: من يكون هذا الرجل؟ أهو مبعوث الله من السماء أم مخلوق من معدن ذهب؟ ويقول: حينما تنحني لشخص وأنت تعلم أنه يأكل قوت يومك ويسرق حليب أطفالك فأنت شريكه في السرقة، فالخنوع إجرام والذل ذنب. الرواية قدمت آدم بشخصية المحب والعطوف اللي بيسعى جاهد لمساعدة الآخر، ليستحق بجدارة لقب صانع البسمة مثل ما سماه صديقه أبو الأحزان. حاول إدخال البهجة على الطفل سام وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل على تأمين المساعدة والرعاية الاجتماعية له. بالشأن الأسري بنلاحظ العلاقة بين آدم نورا تسرب من بين الغيوم وأشرق دنيانا، سأعود يوما لأجعلك سيدة الأرض. وكمان هو متعلق شديد التعلق بأخته الصغيرة وعنده حرص على مساعدتها وإدخال البهجة لنفسه.
لكن اللي بوقف عنده هو علاقته المضطربة مع بيه، خصوصا لما بيقول عن بيه: مسكين أبي، أسد علينا وفأر أمام الآخرين. وأيضا لما تكلم عن جده لأمه جودي يصفه بالكسول المشبع بالنذالة، لأنه اختار ابنته جودي لتتحمل المسؤولية قبل اشتداد عودها. من ناحية أخرى، رواية بتبرز أمانة وأخلاق آدم اللي منعته من الاحتفاظ بسوار الماس اللي وجدوا وأعادوا لصاحبته، كما تشير إلى حسن المعاملة والتصرف مع الفتاة شمس. هلا في ظاهرة تكاد تكون شائعة بمعظم مجتمعاتنا، وهي ما يسمى بالجمعيات الخيرية اللي بتقوم بتوزيع مساعدات مجانية على المحتاجين. ولكن المتتبع لنشاط هالجمعيات بيكتشف انها بتمارس اعمال التجارة وجني الارباح بصورة مواربة. وهذا اللي كانت تقوم فيه شركة الأخوين كاربنتر من خلال شاحنة محملة بالمساعدات يفترض أنها تتوزع على الفقراء، ولكن اللي عم يصير هو توزيع الجزء الأقل مجانا وتحويل الباقي لمحلات تجارية مملوكة أصلا من الشركة وإعادة بيعها. وكمان رئيس البلدية بيستحوذ على قسم من هالمساعدات ليوزعها خلال فترة الانتخابات. كمان ظاهرة الفساد والمتاجرة بصحة المواطن من قبل هالشركة نفسها، واللي بتشكل فرع من فروع مافيا الدواء بتقوم بترويج أدوية منتهية الصلاحية أودت بحياة الكثيرين، منهم والدة جورج وابنة ريان بعد ما تناولوا هالأدوية الفاسدة. وما وقف استهتار هالشركة عند حياة المواطنين، بل وصل للاستخفاف حتى بحياة موظفيها. لما انزلقت رجل الموظف رمزي خلال تأديته لعمله، رفض مديره طلب الإسعاف ومعالجته، بل أكثر من ذلك تم الاستغناء عنه. لما حاول رمزي أنه يفضح ممارسات الشركة عبر الفيسبوك تم إخفائه. وكذلك الشركة فعلت مع زميليه جورج الذي كان بحارب بألمه وأسس مجموعة من العمال للاعتراض على ما حدث، فكان نصيبه رصاصة أودت بحياته. وهي حال زميله ريان أيضا، واللي اختفى بعد محاولته كشف سر الشاحنة الليلية. بجانب آخر تظهر الرواية وجهة نظر هانا بتخليها عن حبها لآدم وبحثها عن فارس أحلام بحقق لها طموحاتها. بتقول: بقي آدم صبيا لا يغري طموح أي أنثى، ولم أحلم يوما بأن أعيش كما أمي بثيابها الممزقة. لا أعرف إذا كنت أنانية أم عقلانية. كمان الكاتبة ما أغفلت الإشارة للإدمان على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأدخلت الفرد بعالم الجنون والسحر بجهاز بيوصلوا مع كل سكان الأرض، لكن بالوقت نفسه بيعزلوا تماما ليعيش بقوقعة وبأوهام هلامية. نعم. ناهيك عن بعض النتائج الكارثية اللي انتهت إلى هالممارسات. نعم. ختاما سؤال بيبقى قائم: كيف سنواجه؟ هل المواجهة تكون كما يقول آدم؟ ستكون البسمة سلاحي الوحيد حينما أنشرها على شفاه البؤساء لتكون السكين في خاصرة الطغاة الذين يغتالون الحياة ويسرقون زجاجة الحليب؟ أم أننا ننحاز إلى وجهة نظر جورج القائلة بأن الظلم لا يعرف البسمة، العنف لا يقاوم بشفاه تكشف عن أسنانها ببلاهة، العنف يقاوم بالعنف والحق يؤخذ بالقوة. فهذا اللي بدي أقوله، مع العلم أنه في بعض العبارات هيك لفتتني بجماليتها. مثلا: كل يقين أن ظهرك المحدب قد يكون ملاذا أكثر قوة مني حينما يمكن الحجارة الموجهة إلى وجهك بالانزلاق عنه. عم يقول له لبيه. أو بموضع ثاني بيقول: خشيت أن يتلوث البلاط اللامع من انعكاس وجهي. فهذه عبارات كثير حلوة ولفتتني. وشكرا لكم. شكرا أستاذ يعطيكم عفيف. العافية.
شكرا. ألف شكر لك أستاذ، ألف شكر لك شكرا. أستاذ. الشيخ جميل. بالنسبة للأستاذ عفيف، شكرا كثير لك على مقالتك وكلمتك القيمة. فتفضلت تقول يرفض آدم الطاعة العمياء والخضوع. فبرضه هاي الأشياء إنه كيف إنه دوما إحنا عندنا في بلادنا للأسف الشديد يعني الكل يعني مطيع، خلينا نحكي، وإذا تمرد على الأنظمة بكون يعني مصيره الهلاك للأسف. وهذه أيضا من إحدى الأشياء اللي خلتني أنا أيضا إنه يعني أعمم المكان، ما بدي أذكر نظام معين حتى يعني أبتعد شوي عن المشاكل. وشكرا كثير، حسيت بإنك قرأت الرواية بتمعن كبير جدا، يعني بكل تفصيلة حسيت يعني من خلال كلامك إنك فعلا يعني إنك ذهبت إلى كل تفصيلة، وحتى العبارات بشكرك كثير إلها اللي نبهت إلها. وبالنسبة لي أشرت أيضا إلى أسة التأمين. هذه التأمين وشركات التأمين والمصانع والشركات للأسف الشديد دوما بتهربوا يعني من إصابات العمل. إما الشركة إنها يعني بدل ما إنها تقف إلى صف العمال بالعكس تطردهم. هذا يعني شفناه أيضا بالرواية. وهي يعني أشياء أنا مرت علي بصراحة، وهي شيء في بلادنا العربية يمكن أكثر من بلاد الغرب. بلاد الغرب شوي مأمنين أكثر، رغم إنه أيضا هناك أيضا مشاكل كثيرة أيضا في شركات التأمين. فشكرا كثير لك أستاذ عفيف.